السيريال مثلا لو انت بتطبع اوفست، عايز سيريالات بدل ما تروح المكنه الوان مكلفه، تمام، حبر يبقى غالي عليك، دي حبر ده رخيص. هتوفر عليا. محمد امين عنده الوحوش، هو ما بيجيبش الا الحاجات دي. بص كده، دي المكنه ال 800، 800 المكنه ال 800 ماشي. ده مكن برودكشن، بص حجمها بيكون قد ايه برضه مواصفات هي برضه على المكنه لو حضرتك برضه عايز توري الناس. المكنه دي هندسه 90 نسخه في الدقيقه. 90 نسخه في الدقيقه. الجيل ده نازل منه 3 سرعات، 3 سرعات 800 90 810 110 صوره، 820 135 صوره في الدقيقه. 135 صوره في الدقيقه تقريبا 135 صوره في الدقيقه، دي انتاجيه عاليه جدا ما شاء الله. المكنه واضح عليها طبعا يعني من شكلها كده من جوه ان هي ما شاء الله جباره طبعا. بص كده، بص اللي خرج بالمكنه ايه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده ايه ده هندسه؟ ده السخان، ده السخان بي تي ار. كل المجموعه دي، المجموعه اللي قدامنا دي كلها يعني ما شاء الله لما خرجت بالمكنه بتبين قوه المكنه يا باشمهندس. طبعا هي اعلى حاجه تقريبا في ريكو حاليا في الابيض في الاستيراد. المكنه 800 في الاسود، طبعا بتشتغل معانا جميع مقاسات الورق وجميع اوزان الورق، صح كده يا هندسه؟ 100 جرام. بص الكاميرا معايا. المكنه دي يا جماعه هي المكنه تقريبا الوحيده في الابيض الاسود على حد علمي في الريكو بتشتغل 300 جرام. 300 جرام كوشيه، 300 وربع فرخ المقاس ال 33 في 44، صح كده؟ بس حد يقول لي انا هحتاج مكنه ابيض اسود ليه في الزولات ده؟ تمام، هتحتاج معاك في السيريال مثلا لو انت بتطبع اوفست، عايز سيريالات بدل ما تروح المكنه الوان مكلفه، تمام، حبر يبقى غالي عليك، دي حبر رخيص، ده هتوفر عليا. معاك 2 علبه حبر مثلا في المكنه، ازازتين حبر. والمكنه موفره في الحبر ما شاء الله. ده الازازه دي كام كيلو هندسه؟ تقريبا كيلو ونص. كيلو ونص، يعني كيلو ونص، ده بيدل على ان هي انتاجيتها عاليه.